مثلا جمهور الزمالك عنده كرامه. احمد الشيخ لما راح الاهلي وقال لك رب العرش نجاني ان هو ما جاش الزمالك، يعني جمهور الزمالك لما الاهلي مشاه وكان ممكن يجي فري، جمهور الزمالك قال لك مش عاوزين. انت متخيل الراجل ما شتمناش، حتى قال لك رب العرش نجاني، كلمه بسيطه، ما شتمناش برموزنا ولا اهنا ولا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بحضراتكم، يا رب تكونوا بخير. طبعا عندنا احداث مهمه جدا واخبار تهم كل جمهور نادي الزمالك، واخبار كمان حلوه ومفرحه لجمهور الزمالك. طبعا عقوبات امين عمر، تصريحات الكابتن حسين لبيب عن مصير غرامه كهرباء، وكمان مصير زيزو فتوح مع نادي الزمالك، كمان تصريحات سيد عبد الحفيظ المضحكه ومبادئ النادي الاهلي المضحكه. بس الاول تعالوا نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وكمان تسيب لايك للفيديو وتعمل كومنت تقول لنا ايه رايك، وكمان تعمل مشاركه، ما تنساش كمان تعمل متابعه للصفحه عشان نوصل ل 20,000 متابع قبل نهايه السنه. اخبار نادي الزمالك سريعا كده، النهارده كمان فتوح انتظم في تدريبات الزمالك الجماعيه، واللاعب جاهز بشكل كامل لمباراه ارتا سولار يوم السبت. نتمنى كل التوفيق لنادي الزمالك، ان شاء الله المباراه يحضرها 30,000 مشجع زملكاوي، وان شاء الله الزمالك يعمل مكسب كبير على فرقه عاديه، ولكن طبعا احنا الحارس المرمى بتاعنا في المباراه الذهاب هو اللي ضيعنا، ولكن الفرقه مستواها متوسط، اي حد يكسبها، فان شاء الله الزمالك يعمل مباراه كبيره ويقدر يفوز اكتر من 3-0 ونصعد ان شاء الله لدوري المجموعات في الكونفدراليه. وبعد كده يجي يناير ان شاء الله نكون فتحنا القيد وهنعمل ان شاء الله صفقات ونبتدي ننافس على الدوري وننافس على الكونفدراليه. طبعا عندنا كمان عبد الله جمعه انتظم في تدريبات الزمالك الجماعيه، حاجه ديت بتيجي كل سنه مره. عبد الله جمعه الحمد لله اخيرا كان كل مره بيعمل تدريبات تاهيليه، رايح فين يا عبد الله؟ رايح النادي اعمل تدريبات تاهيليه. جاي منين يا عبد الله؟ جاي من النادي بيعمل تدريبات تاهيليه. عبد الله جمعه اخيرا شارك في تدريبات الزمالك الجماعيه وجاهز لمباراه ارتا سولار، والموقف طبعا يتوقف على اختيارات اوسوريو لقائمه المباراه. الان اوسوريو عمل جلسه مع مصطفى شلبي نجم نادي الزمالك، وهو من افضل لاعبي الزمالك في الفتره الاخيره، هو وزيزو ان شاء الله لو ركزوا واستعادوا مستواهم ان شاء الله يعيدوا بالزمالك للطريق الصحيح. قعد معاه وحفزه وقال له انت من اهم اللعيبه في الفريق، عشان طبعا مباراه ارتا سولار مباراه صعبه، محتاجه تركيز ومحتاجه ننزل نخلص الماتش من الاول، مش محتاجه تضييع فرص. ومصطفى شلبي كان مقدم مباراه كويسه امام المقاولون، ولكن طبعا الهدف اللي جاء ضيع كل اللي عمله. حتى رؤى لما نزل الشوط الثاني، ايوه رؤى اللي كنا بننتقده وكنا بنهاجمه، نزل الشوط الثاني عمل حركه في نص ملعب الزمالك ومشى كوره، وكانت مباراه كويسه، وعمل يعني اسيست ولا اروع على مصطفى شلبي في الهدف اللي اتحسب اوف سايد. ولكن طبعا نتمنى كل التوفيق للاعيبه الزمالك ونادي الزمالك خلال المباراه اللي جايه. المباراه صعبه جدا، مباراه صعبه جدا لازم نكسبها. هي الفرقه سهله بس مباراه صعبه على المستوى النفسي، لازم نكسب الماتش باي طريقه. سيريو عمل جلسه مع الفريق وحكى لهم عن اهميه المباراه ارتا سولار، وازاي ان احنا لازم نفوز زي ما قلت لك. قلت له يعني كل اللعيبه وكل مصر، اصغر واحد في جمهور الزمالك عارف اهميه مباراه ارتا سولار، مفيش فيها هزار. زي محمد عبد الغني كده، كره طالعه مثلا الكره الاخيره بتاعت المقاولين كان ممكن يطلعها اوت، او ممكن مثلا ان هو يبصيها على محمد صبحي يشتتها والموضوع انتهى، كان الحكم صفر، ولكن طبعا قعد يحجز عليها لحد ما الكره لمسته، وطبعا اتحسبت ركنيه وجه منها هدف، رغم ان هي في لمسه يد على لاعب المقاولين قبل ما تلمس ايد مصطفى الزناري. ولكن طبعا احنا الفار بتاعنا تقريبا كان نايم او لموا العده ومشوا قبل الماتش ما يخلص، انا مش عارف. لاهم حاجه وحاجات من اللي تهم جمهور الزمالك، عقوبات امين عمر. ايه موضوع عقوبات امين عمر؟ طبعا بعد ما التحقيق اللي اتعمل معاه مسؤولي لجنه التحكيم شايفين ان امين عمر لازم يعاقب طبعا بالامتناع عن التحكيم لمده شهر كامل. ماشي، شايفين ان هم قدامهم خيارين، يا اما يوقفوا امين عمر لمده شهر كامل بسبب الخطا اللي حصل في مباراه المقاولون والزمالك، ان هو ما احتسبش ضربه جزاء لنادي الزمالك صحيحه مليون في الميه. وفي واحد الرأي الثاني ان هم شايفين ان هو يمنعوه عن اداره اي مباراه للزمالك خلال الدور الاول. يعني هم شايفين ان هم كده جابوا حق الزمالك، ان هم هيوقفوا امين عمر لمده شهر مثلا، او يوقفوه عن ما يحكمش للزمالك لمده الدور الاول كامل. طب انا كده زمالك استفدت ايه؟ طب والنقطتين اللي ضاعوا مني انا كده كزمالك ما استفدتش حاجه، ولكن انت وقفت امين عمر دي بتاعتك انت تحاسب على الحكام بتوعك. ولكن انا دلوقتي ماشي ما استفدتش اي حاجه من الايقاف، ولكن يا امين عمر او عقوبات امين عمر المقرر يا اما هيتم ايقافه شهر مش هيحكم اي مباراه لمده شهر، يا اما هيمتنع عن اداره اي مباراه لنادي الزمالك خلال الدور الاول كامل. ولكن طبعا الزمالك ما استفادش اي حاجه، لان هو حكم قبل كده المباراه اللي قبل كده بيخش الند مع نادي الزمالك، عاوز يخسر الزمالك. هو اصلا التراس اهلاوي، ماشي التراس، والراجل يعني اهلاوي، فانا مش فاهم ازاي ده بقى حكم. اول مره اشوف واحد اهلاوي صميم يبقى حكم وينزل انتمائه يغلبه عن شغله. ده شغل المفروض يراعي فيه ربنا، مفيش.
نروح طبعا لتصريحات الكابتن حسين لبيب. هسيب بقى طبعا التصريحات المضحكه بتاعت سيد عبد الحفيظ والمبادئ بتاعت الاهلي لاخر الفيديو، تابع الفيديو للنهايه، ولو ما دوستش لايك الفيديو دوس. طبعا كابتن حسين لبيب كان في طبعا لقاء تلفزيوني مع لميس الحديدي طبعا، ولما سالته ان كابتن فاروق جعفر موافق على تقسيط غرامه كهرباء، قال لها كل واحد حر، انا لو نجحت ان شاء الله تقسيط غرامه كهرباء مرفوض، لان كهرباء لاعب هارب ولاعب غلط في نادي الزمالك، وغير كده كمان ان كهرباء قاعد يستفز في جمهور الزمالك ويعاند في جمهور الزمالك خلال الفتره اللي فاتت دي كلها، ماشي. فما جيش بعد ده كله وافق على تقسيط الغرامه، يعني كان بيطلع لنا لسانه من الاخر، تمام. فدي حاجه كويسه، وهعرفك الفرق بين الناس اللي عارفه موضوع او اهميه غرامه كهرباء عند جمهور الزمالك. جمهور الزمالك عارف ان ممنوع تقسيط غرامه كهرباء، فعشان كده كابتن حسين لبيب قال لك يا باشا ما فيش الكلام ده، ما فيش حاجه اسمها تقسيط. قالت له طب ممكن اللاعب يعتزل وما يدفعش الغرامه؟ قال لها انا نفسي اللاعب يعتزل وما يدفعش الغرامه. جمهور الزمالك قادر ان هو يدفع قيمه غرامه كهرباء، وفعلا جمهور الزمالك لو اتعمل له حساب وقال له ادفع قيمه غرامه كهرباء هيدفعها، ما عندوش اي مشكله، ماشي. جمهور الزمالك جمهور كبير ما عندوش اي مشكله، ولكن نتمنى ان شاء الله كل يعني الصالح لنادي الزمالك خلال الفتره اللي جايه. ده الفرق بين فاروق جعفر اللي مترشح على الرئاسه وبين كابتن حسين لبيب، قيمه وقامه واسطوره من اساطير نادي الزمالك في كره اليد. وكمان فاروق جعفر ده في بعض الناس نسيت، فاروق جعفر ده كان بيهرب من نادي الزمالك، وكان يعني هرب قبل كده من نادي الزمالك وسابهم في بدايه الموسم عشان يروح يلعب في امريكا، تمام. يعني هو زي كهربا، يعني بعد كده بقى بجيب كهربا مسكه رئيس النادي او امام عاشور، ماشي. نروح طبعا لتصريحات الدكتور سيد عبد الحفيظ. كان في لقاء تلفزيوني هو الاخر مع مهيب عبد الرازق، وطلع تصريح غريب، قال لك انا حزنت على رحيلي من الاهلي او بسبب الطريقه اللي انا اتبلغت بيها. طبعا كلنا عارفين سيد عبد الحفيظ كان قاعد في منصبه ليه؟ عشان يرد على مرتضى منصور، فمرتضى منصور مشي، مهمته انتهت. هو اللي كان بيطلع يرد لما بيطلع يهاجم الخطيب او ايا كان، فكان سيد عبد الحفيظ هو اللي بيطلع يرد عن الخطيب وبيرد عن اي يعني مرتضى منصور كان بيهاجم الاهلي في اي حاجه، كان اللي بيطلع يرد سيد عبد الحفيظ. فمرتضى منصور مشي، فسيد عبد الحفيظ بقى كارت محروق، فتم تبليغه ان احنا مش محتاجينك، خلاص مهمتك انتهت. فقال تصريح تاني، قال لك امام عاشور محظوظ ان هو انضم للاهلي، وعشان هو بار بوالديه فانضم للاهلي. عادي، ما كل اللعيبه تنضم، يعني اللعيبه اللي مش في الاهلي مثلا هيخشوا النار، يعني بعد كده هتعملوا مثلا تصريح تقولوا اللي مش هيجي الاهلي هيخش النار، اللي مش هيجي الاهلي اللي مش هيروح الاهلي هيخش النار. يعني اي لاعب يروح الاهلي يبقى محظوظ وهيخش الجنه وبار بوالديه وامه ده عياله، انما اللاعب اللي مش هيروح الاهلي هيخش النار ومشرك. مش فاهم في ايه بالظبط الناس ديت عايشه او بتشرب ايه، ماشي. عادي، ايه المشكله؟ اي حد ممكن يروح الاهلي، واي حد ممكن يروح بيراميدز، واي حد ممكن يروح الزمالك، كل الموضوع فلوس، فلوس يا باشا. بيراميدز لما جه عمل فلوس، كان لعيبتك كلها بتروح بيراميدز، ماشي. وكنت بتعيط وبتقول لك بيراميدز جه عشان يبوظ الاهلي وعشان يسرق لعيبه الاهلي، ماشي. انما انت لما بقى معاك فلوس، وكنت بتقول ايه؟ ازاي بيراميدز جاي يدمر الكره المصريه؟ انما انت لما معاك فلوس وعملت تاخد اللعيبه وتخطف اللعيبه من كل الانديه كده انت حلو. انما لما بيراميدز كان بيعمل كده كان بيدمر الكره المصريه، انما انت دلوقتي ما بتدمرش الكره المصريه، ماشي. فقال لك ان امام عاشور بار بوالديه، وعشان كده ربنا كرمه وجه الاهلي. ممكن واحد بار بوالديه بيروح الزمالك عادي او الاسماعيلي ممكن يخش النار، ماشي، او حظه وحش، او اي حد مش يروح الاهلي او مش يلعب كوره في الاهلي ممكن يخش النار. تصريحات غريبه ما تعرفش المسؤولين دول ايه وضعهم فيها. تصريح مضحك، هتضحك على مبادئ الاهلي اللي هم بيتكلموا بيها. قال لك مبادئ الاهلي جوارديولا نفسه ماشي ما يقدرش عليها، يعني جوارديولا نفسه ما يقدرش على مبادئ الاهلي، ماشي. واسلا يعني متخيل مبادئ الاهلي يا جدعان؟ مبادئ ايه؟ او في مبادئ اكتر من لاعب شتم جمهور ورموز الاهلي، ماشي، وطلع غنى وشتم التالتة شمال وشتم كل حاجه، شتمهم واحد واحد وراحوا تعاقدوا معاه. يعني انا مثلا جمهور الزمالك عنده كرامه. احمد الشيخ لما راح الاهلي وقال لك رب العرش نجاني ان هو ما جاش الزمالك، يعني جمهور الزمالك لما الاهلي مشاه وكان ممكن يجي فري، جمهور الزمالك قال لك مش عاوزين. انت متخيل؟ الراجل ما شتمناش حتى، قال لك رب العرش نجاني، كلمه بسيطه، ما شتمناش برموزنا ولا اهنا ولا اهان جمهورنا. تخيل مثلا محمد عبد المنعم في الاهلي طلع وشتم مثلا جمهور الزمالك، ماشي، او شتم رموز الزمالك او نادي الزمالك، وجه محمد عبد المنعم الاهلي سابه، هل احنا هنجري نتعاقد معاه؟ عمرها ما تحصل. جمهور الزمالك عنده كرامه، جمهور الزمالك عنده كرامه، مش اي حد بيمشيه. ازاي؟ يعني جمهور الاهلي اللجان هي اللي بتمشيه، الصفحات اللي بيتقال لها بيتقال كذا بتلاقي الصفحات والجمهور كله ماشي كذا، ماشي. فعشان نقفل قصه المبادئ والتصريحات المضحكه اللي انتوا بتقولوها، ما فيش حاجه اسمها مبادئ ولا عندكم اي مبادئ. فين المبدا ان انت
لاعب يسبك ويشتمك ويهينك وتروح تتعاقد معاه؟ فين المبدا؟ المبادئ فين؟ وانتوا المبادئ بتاعتكم بتفصلوها على حسب الموقف وترجعوا تقولوا لنا مبادئ؟ ماشي، مفيش حاجه اسمها مبادئ، مبادئ كدابه كلها. ماشي، وشعارات كدابه، كفايه كده شعارات كدابه. ماشي، وعشان كده زي ما قلت لك تصريحات مضحكه من سيد عبد الحفيظ. سيد عبد الحفيظ انت كنت مجرد ورقه، ولما مهم يعني صلاحيتك انتهت خلاص مش محتاجينك. موضوع امام عاشور زي ما قلت، اي حد بعد كده مش هيروح الاهلي هيخش النار. ماشي، واخر حاجه طبعا التصريح المضحك بمبادئ الاهلي. او باسلام الشاطر طلع يقول لك ايه؟ اللي يسيبنا ويمشي مبادئ الاهلي ما تسمحش برجوع. طب واللي يشتمكم مبادئ الاهلي بتسمح برجوع عادي؟ ماشي، وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والشير والكومنت. لو انت على يوتيوب ما تنساش طبعا الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.